السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، مجد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهارده يا شباب حلقة مهمة جدا يا جماعة. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، جوع الأرنب. تلاقي يا جماعة الأرنب معاك زي الفل، وهنتكلم عن يعني ازاي تتعامل مع الارنب او تجوع الارنب ازاي علشان ان انت تشتغل صح وتنجح في مشروع الارانب. وبمعنى اصح يا شباب انت تقدر ان انت تحافظ على الارنب الفطام بتاعك يا جماعه من الانتفاخات والاسهالات والمشاكل المعويه اللي بتواجه الارنب بتاعك. فمن فضلك كمل الفيديو معانا النهارده للنهايه علشان تعرف انت شغال ازاي وهتكمل ازاي في مشروع الارنب، هتنجح ولا لا. مبدئيا كده يا جماعه، شايفين المنظر اللي بين قدامكم في الكاميرا ده يا شباب؟ الارانب واقفين صف واحد على العلافه بتاعه العلف. شايفين يا جماعه؟ اهو صف واحد يا جماعه العلافه اهو. ان شاء الله لو حبينا يا جماعه نيجي هنا منوش الارانب هتلاقيها عامله ازاي يا جماعه؟ اهي يا جماعه شايفين؟ هنا يا جماعه واقفين على العلافات يا شباب اهي. يا شباب اهو واقفين على العلافات. شايفين يا جماعه الحته اللي الحب ده يا شباب؟ انا بنصح اي مربي ارانب ما يسيبش الحب اللي واقف هنا كده يا جماعه. ليه؟ واللي واقف هنا كده. الارنب اوقات لما بيكون زياده عن اللزوم فيبدا يفحر على اي حاجه ياكلها، فيبدا يمد بقه. دولت لو فضل يومين ثلاثه يا جماعه الحبايه تبدا ترطب وتعفن، فيبدا الارنب يوقعها في قلب العلافه ويبدا ياكلها، تبدا تعمل له مشاكل معويه واسهالات وانتفاخات. فركزوا جدا، وخصوصا برضه هنا يا جماعه في المجاري ده يا شباب، ده اهو المجاري ديت تمام، اللي تهز كده يا شباب العلف، تخبط العلف بحيث ان العلف يسقط كله في قلب ايه؟ في قلب العلف. هنتكلم بقى عن تجويع الارنب او نظام العلف بيكون ازاي. مبدئيا كده يا جماعه الارنب المفطوم اللي هو عمر 35 يوم بياكل من 40 ل 50 جرام في اليوم كامل يا جماعه على وجبتين. ارنب مفطوم اللي هو عمر 35 ل 40 يوم بياكل وجبتين 50 جرام، من 40 ل 50 جرام على وجبتين. ليه على وجبتين يا ابو نرمين؟ عشان ارنب لسه مفطوم يا شباب، لسه معدته صغيره، لسه الامعاء بتاعته صغيره يا شباب، فبالنسبه الاخراجات عنده هتبقى ضعيفه، فممكن يحصل اكل كتير يعمل له لكمه ويعمل له تحجر في الامعاء بتاعته، فيبدا الارنب يحصل له حاجه اسمها انتفاخات، ينتج عن التحجر غازات تخمر للعلف في بطن الارنب، فينتج عن الانتفاخات عن الحاجات الانتفاخات ديت، والتخمر ده غازات. الغازات تعمل انتفاخات عند الارنب، فيبدا الارنب يتنفخ منك ويبدا يخش في مشاكل كوكسيديا، والارنب يبدا يموت معاك وما يكملش معاك الدور. طب لو جاله انتفاخ واسهال، عمر الارنب ما يجي معاك قدام. ليه؟ اتصاب الارنب، اتصاب. عمر الارنب ما يجي معاك قدام طالما اتصاب واجه مشاكل، عمر الارنب ما يجي معاك لقدام خلاص. يبدا حالة الارنب تتدهور، دخل في مرحله كوكسيديا بحالة الارنب، تبدا يا جماعه تتدهور معاك وترجع لورا. تمام يا شباب؟ فانا حبيت اني انوه على الحاجات اللي هو كميات العلف، تمام، من 40 ل 50 جرام علف في اليوم كامل على وجبتين. وبتنزل في الميه يا جماعه مضاد سموم في الميه. يا جماعه ما شاء الله اتفرمت جزء لسه فيه اهوت، واحد اهو والتاني اهوت مع الام. ماشي ان شاء الله يا جماعه، حجمه حلو اهو، جوه اتفطم. احنا قضنا الكبار وسيبنا الصغيرين. قوم يا جماعه، ادي الام اهي، يلا اطلع ان شاء الله. ماشي يا شباب، قلنا ان احنا هنمشي مع الارنب تدريجي في العلف لمده اسبوع، من 40 ل 50 جرام اسبوع. بعد كده بنزود الكميه من 50 جرام الى 75 جرام،
برضو يا جماعه على وجبتين، بحيث الارنب يبدا ان هو يمشي مع العلف تدريجي زي الطفل الصغير. تديله الاول نيطايه، زبدايه، بطاطايه مسلوقه، جزرايه مسلوقه، تمشي مع الارنب تدريجي يا جماعه، بحيث ان انت تنجح في مشروع الارنب، علشان نظام شغلك هو اللي بينجحك. نظام شغلك ده بره ان شاء الله يا جماعه. ارنب عامل ازاي؟ نظام شغلك يا شباب هو اللي بينجحك وبيخليك تشتغل صح في مشروع الارانب. علشان تنجح لازم تشتغل صح. ان شاء الله يا جماعه. شايفين الرضاعه؟ شايفين الرضاعه بقطعها ازاي؟ شايفين يا شباب؟ بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك. امهات ان شاء الله يا شباب. ان شاء الله. ربنا يبارك. يا جماعه خير اهوت. خير يا شباب. بالصلاه على النبي. ان شاء الله. ان شاء الله يا جماعه. ربنا يبارك. فطبعا قلنا يا جماعه بنمشي مع العلف نظام تدريجي مع الارانب بالعلف، علشان تتفادى الانتفاخات والاسهالات. ان الارنب يا جماعه لو اكل كميه علف كتير فبيحصل له عمليه لكمه زي ما قلت، ويحصل له عمليه تحجر، والتحجر ده بيحصل عنه تخمر في العلف، ويحصل انتفاخات، والارنب يبدا الارنب حالته تدور منك ويبدا يموت معاك. طب لو ظهر عندك حاله انتفاخات واسهالات، اول حاجه هتعمل ايه؟ اول حاجه اعزل الارنب ده في جنب لوحده، وامنع عنه العلف نهائي. امنع عنه ايه؟ العلف نهائي. نهائي. طب الارنب كده هيموت؟ لا مش هيموت. امنع عنه العلف خالص، واجيب مطهر معوي، انتينال، فيلاجيل، كبكت مركب، اي مطهر معوي، امريزول، اي مطهر معوي يا شباب، واجرع الارنب الصغير اللي عنده اسهال ده، اجرعه مطهر معوي وامنع عنه العلف خالص، واحط له قش رز. تمام؟ ان شاء الله المندوب هتمسك ويبقى زي الفل ان شاء الله. بس اهم حاجه امنع السبب، امنع العلف نهائي. تمام يا شباب؟ طبعا ارنب او ياكل اول اسبوع من 40 ل 50 جرام، ثاني اسبوع ياكل 75 جرام الى 80 جرام، الاسبوع الثالث ياكل 100 جرام، الاسبوع الرابع ياكل 120 جرام. ارنب المفطوم ياكل 120 جرام على عمر شهرين الى 70 يوم، ياكل 120 جرام لحد تاريخ البيع يا شباب، لحد تاريخ البيع. تمام؟ فطبعا دي كانت الحلقه بتاعت النهارده يا شباب، اللي حبيت من خلالها اني اوصل لكم المعلومه واصور معاكم العلف. ملحوظه يا جماعه غايبه عن مربيين الارانب وبيقعوا فيها يعني بطريقه صعبه. الارانب اللي هي فطام او اي ارنب انت مربيه، المفروض يا شباب انت الارنب اتعود معاك ان انت بتعلفه الساعه 7 مثلا العشاء، يبقى انت كل يوم الساعه 7 العشاء هتعلفه في نفس الوقت بتاعه. بتعلف الصبح الساعه 7 وبالليل الساعه 7، يبقى انت هتعلف في نفس التوقيت اللي انت اتعودت تعلف فيه. هتقول لي ليه يا ابو نرمين نفس التوقيت؟ هقول لك الارنب بيجي الساعه 7 ميعاد العلف، ميعاد العلف بيقف على العلاف مستنظر الوجبه بتاعته. طب انت اتاخرت عليه ساعه 2 3 4 واتاخرت على الارنب، الارنب بيقوم راجع لورا عن العلافه ومزاجه زفت وبيحصل له اضطرابات في المعده. تمام؟ لو جه اكل بياكل حاجات بسيطه وبيرجع عن الاكل.
بيرجع ده يا جماعه ان شاء الله. انا هتقول ان شاء الله تمام يا شباب. لا لاحظين يا جماعه الارنبه اصلا قرب تولد تلاقيها بتحاول تفحر برجليها وتحاول انها تعمل. شوفوا يا جماعه تفحر ازاي يا شباب. تمام. دي بقى نبدا نامن بقى بالسوست عليه. تمام. على البيبان وتقفل بتاع الولاده كويس عشان الارنبه بتبقى عايزه تولد، بتبقى عايزه تفحر في اي حاجه وتطلع. هو ممكن تطلع تولد على الارض في ركن ولا اي حاجه تولد على الارض. تمام يا شباب. استغفر الله العظيم كنت بقول ايه؟ فالارنب بيحصل له عمليه اضطرابات لما بيخلف ميعاد العلف بتاعه، فيحصل له اضطرابات يا جماعه. يبدا الارنب يرجع عن العلف، فيبدا الارنب يخس معاك ويحصل له مشاكل معويه بسبب ان هو ما اكلش. لما تلاقي ارنب يا جماعه كاشش عندك او واقف، ابدا تحركه كده، شوف واقف ليه، فتحرك ولا لا، افحصه، شوفوا من بطنه منفوخه، شوفوا عنده اسهال، عنده مشاكل. ابدا بص على الارنب من تحت ظروفه ايه من ورا، ابدا شوف الارنب طلعه في مكان كده، شوفه اتحرك ولا لا. ان شاء الله يا جماعه حته اسلايه ظهر ان شاء الله. ان شاء الله يا شباب. فيفضل ان انت كمربي هتعلف الارانب بتاعتك، يبقى تعلفها في وقت ان شاء الله يا جماعه، وقت معين حددوا الارانب 6 تبقى تالف كلهم الساعه 6، 7 بتالف كلهم الساعه 7. ما تغيبش على الارنب في ميعاد العلف. وجوع الارنب، تلاقي الارنب معنى صح اللي يجوع ينول. صوموا تصحوا، صوموا تصحوا. الارنب لو صام تلاقي الارنب يا جماعه معاك بصحه جيده جدا. ان شاء الله يا جماعه. خش ياكل. شوف انا احرك على ازاي يا جماعه بلا بالك. وانا يا جماعه تحت امر الجميع، اي حد محتاج ارانب توفر عندنا يا شباب الارانب، توفر عندنا العلف، تمام، توفر عندنا البطاريات. لو حد يا جماعه عايز ارانب والده موجود، يعني لو حد عايز ارانب من الوالده عندنا يا جماعه برضه مش هنبخل عليكم والله بحاجه. يا جماعه دي هنا والده يا شباب. لو حد عايز ارانب من الوالده والله ما هنبخل عليكم بحاجه. احنا عايزينكم تشتغلوا، عايزينكم تنجحوا، عايزينكم يا جماعه تنجحوا، تشتغلوا تنجحوا. يا شباب ان شاء الله ربنا يبارك. يكون جرد الميه بتاعك مليان. تمام. لا يا جماعه العلف بتاعنا يا شباب شجرتنا علفنا يا جماعه اهوت. يا جماعه العلف بتاعنا اهو يا شباب. ربنا يبارك اهو. علف ابو نرمين يا جماعه. يا شباب وانا تحت امر الجميع. اي حد محتاج علف، محتاج ارانب، محتاج اي حاجه يا جماعه ان شاء الله متوفر عندنا. كل حاجه انتوا عايزينها يا جماعه متوفره عندنا ان شاء الله. طبعا دي كانت حلقه النهارده. اشكر وانتظر كمان الفيديو الاخر. لو انت بقى لسه ما اشتركتش عندنا في القناه ما تنساش انزل تحت اشترك في القناه، سبسكرايب وفعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.